بُص، الزمالك كسب الاتحاد 2-0 ولكن أنا بقى عايز أسألك كمشجع برضه سؤال تاني، هل أنت شايف الزمالك بيتجامل تحكيميًا؟ هيفضل عبد الله السعيد اللاعب رقم 1 في الزمالك الفترة الأخيرة ولا تقول لي زيزو ولا تقول لي فتوح ولا تقول لي دونجا ولا تقول لي أي لعيب جوه نادي الزمالك طول ما عبد الله موجود. عبد الله بالضبط بيفكرني بمودريتش 2022 مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، نفس اللي بيعمله ونفس الكاتيجوري بتاعه ونفس القيمة بتاعته، وهو دينامو نص الملعب والدينامو المحرك للفريق وكل حاجة مع الفريق هو اللي بيعملها. فانا عشان كده كنت مستغرب من جروس، ازاي جروس طلع بتصريح يقول لك اللاعب رقم 19 عنده 39 سنه والمفروض ان هو يعتزل. يعتزل ازاي يا باشا؟ ده واحد كابتن سيد عبد الحفيظ طلع في انترفيو مع ابراهيم فايق قال لك بعيدا بقى عن القصه بتاعت التجديد بتاعته مع الاهلي وبعيدا عن اي حاجه، عبد الله لعيب محترم، لعيب متربي، لعيب عارف واجباته كويس جدا، لعيب عارف حقوقه كويس جدا، لعيب ملتزم بره الملعب قبل ما يكون ملتزم جوه الملعب. عشان كده عبد الله السعيد كابتن فرقه حرفيا، مفيش فرقه راح فيها عبد الله السعيد غير ونجح. نجح مع الاهلي ونجح مع بيراميدز ونجح مع اهلي جده السعودي مع انه كان رايح فتره كده، ونجح مع الزمالك. اي فرقه بيحط فيها رجله عبد الله السعيد اعرف ان عبد الله السعيد هينجح، لان عبد الله السعيد لعيب محترف. لعيب محترف يعني بيعمل كل الحاجات اللي تصلح كلاعب كوره، بعد بقى ما اشطب كلاعب كوره ابقى اخرج يا عم واتفسح واعمل كل حاجه براحتي. تمام، نيجي بقى ايه لهجوم الزمالك. بص يا صاحبي، ناصر منسي لعيب يعني جاب بطوله للزمالك قاريه، بس ناصر منسي مش ابراهيموفيتش صح؟ ولا ناصر منسي الظاهر رونالدو، بس ناصر منسي مجتهد، بينزل يحفرك، بيطلع على كل كوره. ناصر منسي بيجري كتير. ناصر منسي في كيمياء كبيره جدا بينه وبين عبد الله السعيد. تمام. ناصر منسي هو هداف الدوري يا جماعه ب5 اجوان وعامل اسيست. فانت متخيل ان عدد الماتشات اللي لعبها الزمالك ناصر منسي مشارك بالاهداف دي؟ فانا بالنسبه لي ناصر منسي مش مهاجم سوبر، ولكن ناصر منسي مهاجم كبير قوي 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 جوه الدوري المصري. فالجمهور ما يبقاش حاطط طموحاته ان هو يبقى كريستيانو رونالدو، ولكن هو بيقدم اقوى مردود ليه وكل اللي عنده. فاللعيب اللي بيقدم كل اللي عنده لازم الجمهور يطلع ويسقف له على كل حاجه بيعملها. فكده بقى خلاص خلصنا الزمالك. بس انا بقول لك اهو، الزمالك برضو لو ما دعمش بتفندر على الدايره افريقي، وجناح مكان مصطفى شلبي افريقي، وجناح بيبقى بديل لزيزو جامد بيلعب برجله الشمال، ويدعم بمهاجم سفاح مكان سيف الدين الجزيري، ولازم مدافع كمان، الزمالك برضه هيبقى رايح في دوامه اصعب من اللي هيبقى فيها الاهلي. لان على الاقل الاهلي لما بيقع قمته بتبقى سهله عكس وقعه الزمالك. فما تنتظرش من الزمالك حاجه لو ما عملش الصفقات دي.